نقطة في العلاقة الزوجية. المال ممكن يتعوض، ان الاسرتين يبقوا متفاهمين، اسرتين اللي هم بتوع الزوج والزوجة ممكن تتحل. الخلافات اليومية ممكن نعديها، لان احنا عندنا وقت حلو قوي بنتبسط فيه مع بعض. عارف كأن روحين اندمجوا مع بعض، جسدين التحموا مع بعض، في شهوة. عارف يعني ايه في شهوة؟ عارف لما تبقى جعان قوي فتعمل لك مود حلو. كمان العلاقة الجنسية كده، لما يبقوا اتنين بيحبوا بعض بتبقى العلاقة الجنسية مختلفة تماما، غير لما بيكون الزوج بيأديها روتين بقى، واجب عشان هي زوجتي وانا لازم البي احتياجاتها. اما لما بيكونوا بيحبوا بعض وفي بينهم تفاهم واحترام، وهم حنونين على بعض وهم متفاهمين مع بعض، هم بيعملوا كل الحاجات الجميلة مع بعض. ما بقولش ان مفيش خلافات، عادي بقى في خلافات، بس الخلافات دي ما بتروحش لنقطة تخلينا نفقد احترامنا لبعض.